بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ سلسلة جديدة مع تقنيات التنشيط، وسنتناول في الحلقة الأولى مدخل نتحدث فيه عن التواصل وبعد مبادئه وعواقبه، ثم مفهوم التنشيط وعدوه ووظائف المنشط ومواصفات المنشط الفعال. لنخصص الحلقات القادمة لبعض تقنيات التنشيط. ما معنى التواصل؟ التواصل في اللغة هو إبلاغ أو إعلام أو إخبار أو نقل لمعلومات بين طرفين، وفي الاصطلاح هو تبادل انطباعات وإرساليات سواء بالكلام أو الكتابة أو الإشارة. التواصل هو تبادل إرساليات كما سنرى ذلك في بعض مفاهيم، ثم هو عملية إرسال بين طرفين أو أكثر، وتكون بواسطة أداة داخل سياق معين من أجل إحداث أثر كما سبق وأن تحدثنا، إما إبلاغ إما نقل إما إخبار، يعني يكون أثر داخل سياق معين، يعني تتم العملية التواصل داخل سياقات معينة. وللتواصل السياق كما سبق وأن تحدثنا سياق اجتماعي، أطراف طرفين أو بين مدرس ومتعلمين، وسيرورة لهذا التواصل ثم لها أثر هدف، يعني يكون التواصل هادفا وليس غير ذلك. بعد مظاهر التواصل التربوي، التواصل الوجداني يكون بشكل قيمي بين المتواصلان أو بين أطراف التواصل. ثم التواصل الحسي الحركي يكون عن طريق التعبير والإشارة. والتواصل المعرفي هو الذي يحدث بين المتعلم والمعرفة أو بين الدارس والمعرفة. بعد العوائق العملية التواصلية تكون إما ذاتية أو موضوعية. ذاتية بعض الأحيان يكون المدرس عائقا للتواصل، وذلك إما أن يكون حادا أو سلطويا أو يعني يحد من العملية التواصلية. المتعلم نظرا البيئة التي نشأ فيها وتربى فيها يكون بعض الأحيان يعني عنده عائق في التواصل. المادة صعوبة للتواصل مع المادة، ثم بعض الأحيان غياب الوسائل أو وسائل غير مناسبة للعملية التواصلية، مثلا فضاء غير جيد. موضوعية في المكان أو الزمان، بعض الأحيان المجتمع، تصورات المجتمع العملية التواصلية، والحاجات كذلك للتواصل. نماذج من التواصل البيداغوجي. نموذج المشهور هو النموذج السلوكي. طرح السؤال: من يقول؟ يكون مثير. ماذا يقول؟ بأي وسيلة؟ ولمن يقول؟ لأجل أي تأثير؟ يعني الهدف. هذا النموذج السلوكي لدراسة العملية التواصلية. ثم النموذج اللساني مع رومان جاكوبسون ومكوناته الستة: المرسل والمرسل إليه أو المتلقي، الرسالة والسياق، ثم القناة لوكود والشيفرة يعني ديكوداج. يعني لابد أن تكون علاقة بين المرسل والمرسل إليه، يعني يتحدثان نفس اللغة، يعرفان نفس السياق لتتم عملية الرسالة ويتم فهم الرسالة بشكل جيد. النموذج المشهور في العملية التربوية هو النموذج البيداغوجي، مثلث غصاي، ثلاثي بين المدرس والمتعلم والمادة. فعلاقة المدرس بالمتعلم هي علاقة العقل الديداكتيكي الذي يربطهم، ثم علاقة المتعلم بالمادة كيف يتمثل هذه المادة، ثم المدرس علاقته بالمادة هي علاقة نقل ديداكتيكي، يعني ينقل المادة من المادة العارفة أو المعرفة العالمة إلى المعرفة المدرسة. سنتحدث عن ذلك إن شاء الله في حينه. مفهوم التنشيط التربوي، يعني التواصل التربوي عملية تواصل تتم
الآن عندما تفتر عملية التواصل ويعني يقل مفعولها، يقل أثرها، تدخل عملية أخرى، عملية التنشيط، بغية يعني خلق دينامية داخل الفصل. بذلك يكون المدرس مربيا ومنشطا وموجها داخل الفصل. إذا معادلة التنشيط هي منشط، نشاط لدينامية داخل الفصل. الهدف من التنشيط هو تنمية معارف ومهارات، واعتماد آلية جيدة في التنشيط، ثم تحفيز المتعلم للتعلم وتنمية قدراته. وظائف التنشيط التربوي: الإدماج، إدماج متعلمين داخل دينامية الفصل، التواصل والترفيه، ترسيخ قيم ومبادئ، انفتاح على الذات والآخر، ثم اكتشاف المواهب وصقلها. مواصفات المنشط الفعال: تشبع بمبادئ التنشيط، ثم تشبع يجب أن يقتنع المنشط بآليات ومبادئ التنشيط، وأن يتنازل عن بعض سمات شخصيته، ثم التكوين المستمر في هذا المجال، هو القدرة على الارتجال، ثم سرعة البديهة والتفاعل مع مختلف مجريات داخل الفصل، القدرة على التخطيط والتنفيذ والتقويم. أدوار المدرس في عملية التنشيط: تختلف أدوار المدرس حسب وضعيات، أحيانا اختيار النشاط، إقرار النظام والحفاظ على السير، تطوير الأعمال، مشاركة التلاميذ في العملية التنشيطية، تنويع الأنشطة، ما إلى ذلك من. إذا كانت هذه مدخل للعملية تقنية التنشيط. على أساس الحلقات القادمة إن شاء الله نتحدث عن بعض التقنيات، ونخصص لكل تقنية حلقة معينة. وإلى اللقاء، أتمنى لكم التوفيق.